طيب تمام. ازاي نعمل اللاينز اللي كانت موجوده دي، اللي هو اللاينز على السمايل كده، بشكل يعني يكون حلو. انا طبعا دخلت الصوره عادي جدا، جبتها وحطيتها وعملت لها بوزيشن وسكيل، يعني ظبطتها كده. كانت كبيره، قللت السكيل بتاعها شويه وخليتها كده سنترلايز في النص. طيب، ازاي هنعمل اللاينز دي؟ هنجيب البين تول عادي جدا، واول لاين كان معمول كده خط كده هوريزونتال، وكان في داشز كده، يعني الخط ما كانش متصل. في حاجه مهمه بس واحنا بنرسم اللاين، ان احنا هنتاكد، يعني لازم نتاكد ان احنا مش محددين على حاجه. يعني مش محدد على اللاير دي، لان لو انا محدد على اللاير دي وجيت ارسم، مش هيرسم خط، هيرسم حاجه اسمها ماسك. يعني احنا قلنا الموضوع ده قبل كده كتير، بس عشان برضو لو حد مش فاكر، هنرجع تاني اهو على السلكشن. واحنا واقفين على السلكشن، نزوم اوت كده وندوس على مكان فاضي عشان نتاكد ان احنا مش محددين على اي حاجه. هنجيب بقى البين تول، نبدا نرسم الخط اللي هو كان هوريزونتال كده. مثلا نجيب نقطه هنا، بندوس نقطه عادي وتدوس شيفت عشان يبقى مستقيم، يعني يبقى على نفس الارتفاع ده، وندوس شيفت وتدوس كده. فكده خلاص اترسم اول خط. طيب، في حاجه طبعا هنا، ان احنا الخط اللي كان معمول ده لونه موف، لان الستروك هنا لونه موف، فعادي جدا هنخليه لونه ابيض. طبعا احنا مش عاوزين فيل، احنا عاوزين ستروك بس. تمام. هنجيب بس كده السلكشن، هنا 4، ممكن نقلله شويه لو عاوزين. ماشي، نجيب مثلا شيء، طبعا هو بينزل في شيب لاير اهو، هنخليه مثلا 2. لو عاوزين براحتك، لو عاوز تخليه 1 حتى اللي انت عاوزه. ازاي بقى نعمل الداشز دي؟ الموضوع سهل جدا، بنحدد كده اللاير، تفتحها، تدوس كونتنت، شيب 1، هتفتح الستروك. بما ان الخط ده هو ستروك، فانت هتفتح الخصائص بتاعه الستروك. هتدور بقى على داشز، فين داشز؟ اهي داشز اهي، هتلاقي جنبها بلس. اول ما بتدوس بلس بتلاقي الخط بقى كده، بس كده. هي دي فكرتها كلها، ان انت بس بتعمل الخط وبتعمله داشز ومفيش اي مشكله. دي اول حاجه. تاني حاجه، كان في الخطوط، او نرسم شيبس الاول. الشيبس اللي كانت على السنان دي برضو سهله جدا، عملناها كتير. هتقفل بس دي كده، وتجيب بين تول تاني، نرسم الشيبس. مثلا نبدا من اول هنا كده. بنرسم ازاي تاني؟ مثلا انا واقف اهو بالبين تول، هعمل خط بكيرف. فانا لما اجي اعمل خط بكيرف، انا الكيرف عاوز ينزل تحت، لان انا هرسم كده كده. فلما باجي اشد، انا بدوس وبشد، هشد لتحت، بشد في نفس الاتجاه اللي انا هرسم فيه. فانا هدوس مثلا من اول اللاترال ده كده، فانا هدوس واشد كده، اخلي العصايه تطلع في الاتجاه ده كده، عشان النقطه اللي بعدها تبقى ماشيه معايا يعني مظبوطه. فانا النقطه اللي بعدها مثلا هرسم لتحت برضه، فانا هدوس واشد لتحت اهو. فخلاص الكيرف حصل بشكل مظبوط، مش مضطر ان انا افضل العب فيه تاني. طيب الخطوه اللي بعدها، النقطه اللي بعدها، انا ماشي يمين كده، فانا مثلا هعمل نقطه هنا وهمشي يمين اهو، العصايه بتطلع يمين فمظبوط. وهكذا كده همشي برضو يمين، بشد بدوس وبشد لحد ما العصايه دي تطلع عشان الكيرف يحصل. نفس الكلام انا هنا طالع لفوق، فهعمل كده واطلع لفوق. مثلا ما ظبطتش شويه هنا، عادي جدا اروح جاي جايبها كده وارفعها كده شويه، بس كده. وهنا انا جاي هاجي كده، يبقى طالع لفوق، فانا هاجي اعمل كده وهطلع لفوق كده. بعد كده هاجي هنا مثلا كده كده، بعد كده 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 كده. ده اول شيء. هدوس السلكشن وهدوس في مكان فاضي تاني، وهعمل الشيب التاني عشان يبقى كله في كل واحده في لاير لوحدها. نفس الكلام، مثلا المره دي انا هبدا من هنا مثلا، سوري، نمسح الشيب اللي عملته ده. المره دي انا هبدا من هنا، فانا هدوس كده، هنزل لتحت، فانا هدوس واشد لتحت كده عشان العصايه تطلع لتحت كده. نفس الكلام هدوس كده، يبقى هدوس وهمشي كده اهو كده. بدوس وبشد، بشوف في نفس الاتجاه اللي انا عاوز اعمل فيه. لو مش مظبوطه بقى بحركها براحتي لحد ما تظبط. لو الكيرف كان عامل كده، لا اظبطه كده، اجيب العصايه دي كده وافضل اظبط لحد ما تظبط معايا. يعني الموضوع سهل خالص، بس محتاج بس تدريب شويه. مثلا كده وكده، مثلا يعني كده. نفس الكلام على الباقي. اجيب البين تول اهو، هنزل لتحت، لتحت تاني، شمال كده، بعد كده شمال تاني، بعد كده لفوق. انا بدوس واشد لفوق اهو لحد ما العصايه تطلع وبسيب. بدوس وبشد مثلا هنا يمين اهو كده كده وكده. ادي تالت شيب. اخر واحد اجيب البين تول واعمل برضو، انا هنا هنزل لتحت، فانا هدوس واشد لتحت، هدوس وهنزل لتحت، هدوس برضو وهنزل لتحت، وهكذا. الموضوع سهل جدا، بس محتاج بس شويه تدريب شويه اهو. هنا انا هطلع لفوق شويه، وهكذا.
تمام. وبعد كده اقفل الشيب بتاعي كده. انا رسمت مثلا الاربعه شيبس دول، هم نزلوا مثلا 1 2 3 4. اخلي مثلا لونهم مختلف، ريد مثلا، يبقى دول الشيبس بتوع السنان. وده اخليه لونه اصفر مثلا ولا حاجه، يبقى ده الخط اللي مرسوم. ده كده الاثنين. فاضل بقى الخطوط اللي كانت بالطول وبالعرض كده، سهله برضو جدا. ممكن ارسمها كلها على فكره في لاير واحده كامله. يعني التيبل اللي كان معمول ده، اللي هو كان كده وكده وكده وكده، وكان في خط كده، ممكن ارسمه كله، يعني كله مع بعضه في لاير واحده بس. هجيب البين تول كده، مثلا هرسم الخط اللي هنا اللي هو ما بين اللاترال والكناين. هعمل خط مثلا هنا وكده. ما ظبطتش مثلا اخليها كده. ادي اول واحد. خلاص رسمت اول واحد. اجي على السلكشن تول واجي تاني على البين تول، وانا لسه في نفس الخط، عشان لما اجي ارسم، لا سوري، اهو هدوس على اللاير دي تاني واجي على البين تول وانا لسه يعني في نفس اللاير، عشان لما اجي ارسم تاني كده اهو هيرسم خط جديد بس هيطلع في نفس اللاير دي. يعني لو فتحت كده كونتنت هلاقي شيب 1 وشيب 2. لو انت عاوز ترسم كل خط في لاير لوحده مفيش مشكله، بس انا هنا يعني بستسهل اهو نفس اللاير. يعني انا تاني عشان لو حد اتلخبط، انا دلوقتي جبت البين تول، هرسم مثلا اول خط كده اهو. اول خط اترسم، خلاص رسمته. هاجي احدد البنت، احدد الشيب ده تاني، هحدده بس كده، وهجيب البين تول تاني وهرسم التاني مثلا كده وكده. في حاجه بقى يعني ممكن اصلا اعملها، ان انا اخد ده كوبي واروح جاي جايبه هنا، واخد ده كوبي واروح جاي جايبه هنا بدل ما ارسم، بس مش مشكله يعني ادينا بنرسم مع بعض. اللي بعده كده، لا سوري، احدد دي كده تاني. بعد كده اعمل ده كده. طبعا هو مش مظبوط عشان انا برسمه بسرعه، بس مش مشكله. اللي بعده كده كده. وفاضل اخر واحد اللي هو ده كده. انا كده رسمت الاربعه دول. ممكن ارسم بقى الخط اللي بيبقى جاي كده. هحدد ده تاني، وهرسم خط من هنا لهنا. ماشي. هبدا بقى اظبط النقط دي بقى، يعني اجيب ده كده واجيب ده كده، اطلع ده كده، سوري، اطلع ده كده، وده كمان، وده كمان. ودي كمان ارجعها لورا عشان تبقى بالظبط. ودي كمان اجيبها كده. لو جات لك العلامه اللي هي كانت جايه دي، ادوس على السلكشن عشان ترجع زي كده. يبقى كده انا هقدر احركها براحتي اهو. كده انا عملت الاربعه دول. كان فاضل ايه تاني؟ اعتقد كده هم كانوا تمام. ممكن حتى ازود انا عليهم لو عاوز، يعني ممكن اقفله من فوق لو عاوز. ممكن اعمل واحد كمان هنا واكتب فيه ارقام مثلا، يعني احدد بس الشيب كده عشان كله يترسم في نفس اللاير. واعمل مثلا واحد هنا، واحد هنا. لا انا عملت ايه تاني؟ اتاكد ان انا مش هقف عليها، سوري. انا وقفت على اللاير، لا، هقف كده بعيد. اعمل مثلا واحده هنا وواحده هنا. خلاص اترسمت، سوري، خلاص اترسمت. اجيبها كده على الخط. بص لو جات لك نفس كده بدوس على السلكشن تول عشان تيجي كده واقدر احركها بس كده. ممكن اكتب هنا ارقام بقى لو عاوز. ممكن اكتب هنا الويدث، الهايت اللي انا عاوزه، اللي انا عاوزه براحتي خالص. ممكن حتى اجود لو عاوز، يعني ممكن خلاص انا رسمت الشيبس الاربعه دول مثلا بتوع السنان دول، هعمل منهم نسخ ثانيه. الاربعه دول انا مثلا عاوز يعني اعمل حركه جديده. مثلا اخد دول كده، كنترول كنترول دي دوبليكيت، واطلعهم كده لفوق. دول هم اللي كانوا موجودين، بس المره دي انا مش هعمل لهم ستروك، يعني هلغي الستروك بتاعهم. والمره دي هعمل لهم فيل. اخلي مثلا الفيل باللون ده، واخلي الاوباستي بتاعتهم مثلا 30 كده. بص انا عملت ايه اهو. فالخطوط دي سهله جدا تتعمل، ما فيهاش اي مشكله. ممكن بقى انت تعمل فيهم حركه. تعمل حركه ايه؟ تعمل مثلا تريم باث، يعني تخليهم يترسموا. فانا همسك مثلا اول شيب خالص اللي هو الخط ده، افتح كده اللاير وهدوس اد، اللي هو الطريقه بتاعت التريم باث عملناها قبل كده. بتدوس تريم باث، تفتح التريم باث، تدور على الاند مثلا اهو. تيجي مثلا هنا تخلي الاند صفر، وتمشي بعدها بشويه وتخلي الاند 100 كده، هيترسم كده. نفس الكلام على اللي فوق. مثلا نجيب كده الشيب ده اللي هو كله ده،
بص هو كله مع بعضه، يعني لو فتحت كده هتلاقي بص قد ايه 7 شيبس في لاير واحده. فده لو عملت تريم باث هتلاقي كله عمل مع بعض. لو عملنا كده تريم باث، فتحنا كده وعملنا اند صفر ومشينا بعدها بشويه مثلا خلينا الاند 100. بص كده اهو، طبعا بعيد قوي، ممكن نقربه كده ونعمل حتى ايزي اف 9 كده، برضو بعيد لسه، ممكن نقربه كده كده. نفس الكلام على الشيبس دي، ممكن تاخدهم كده، نجرب كده ناخدهم كوبي كنترول سي، وناخد الشيبس فين اللي هم بتوع الستروك، الاربعه الاحمر دول، بس الستروك مش الفل، اللي هم الستروك اللي لونهم ابيض. تمام. وهنعمل كنترول في، بما ان انا خدت كنترول سي اتعملت. نيجي نشوف كده اهي، لو فتحت كده اليو، حددت الاحمر وفتحت اليو عشان يظهر الكي فريمز اهو، الكي فريمز ظاهره، عمل كله ب ايزي ايز. ممكن بقى مثلا دي كانت ايه، ممكن نقربها كده، نخليها كده مثلا عشان يبقوا مع بعض كده اهو. ايه تاني ممكن نعمله؟ ممكن مثلا نخلي مش كله يظهر مره واحده، يعني نعمل تسلسل كده، ده الاول بعد كده ده التاني بعد كده ده التالت وهكذا. نفس الكلام هنا، ممكن نبعدها شويه كده، بس كده ممكن نشوف كده. بص كده اهي، وتكون كاتب هنا ارقام فهتبقى شكلها حلو. هنا بقى الشيبس دي انت ممكن تعمل بيها ايه، اللي هي الشيبس الملونه دي، ممكن كده تفتحهم تحددهم كده وتدوس على الاوباستي تي، وتخلي تعمل كي فريم يكون صفر، الاربعه كده يكون صفر، وتمشي مثلا 10 فريمز شيفت بيج داون في الكيبورد وتخليهم مثلا 40، وتمشي 10 فريمز تاني وتخليهم صفر، 10 فريمز تاني وتخليهم 40، وهكذا 10 فريمز تاني وتخليهم صفر، 10 فريمز تاني وتخليهم سوري وتخليهم 40، واخر حاجه تخليهم صفر. وبرضه نفس الكلام تعمل التسلسل ده، يعني ما تخليهمش يعملوا مره واحده مع بعض مره واحده، ممكن تجيبهم كده شوف بس ايه وهم بيترسموا كده من اول هنا مثلا، وتخلي ده الاولاني وده التاني وده التالت مثلا كده وده الرابع كده. بص كده، فبقى بالشكل ده. حاجه بسيطه خالص، يعني احنا يعتبر ما عملناش اي حاجه، احنا مجرد بس رسمنا شويه خطوط. ممكن انت تكون كاتب ارقام هنا، ممكن حتى تحط عليهم، تعالى نعملها والله، نحط عليهم مثلا الديب جلو، نجيب كده الديب جلو نحطه على كله، يعني نمسك كده الديب جلو، ندوس الديب جلو من هنا كنترول سي، من هنا كده تدوس عليه كنترول سي، بعد كده تحدد كل دول لحد هنا وتعمل لهم كنترول في عشان الديب جلو يتنقل عليهم. اتعمل ولا ما اتعملش؟ تعالى نشوف. اه اتعمل اهو، هو زياده قوي، يعني ممكن نقلل الاكسبوجر شويه، بس يعني دي فكره من ضمن الافكار اللي انت ممكن تعملها، ان انت بتخلي الشيبس كده منوره فبتبقى شكلها حلو برضه. تعال نشوف كده اهو، وعمل كده، يعني بقى شكلها حلو على فكره، بقى شكلها احسن. آه دي بس فكره بسيطه قوي عن الشيبس اللي بتترسم وعن الخطوط والكلام ده كله. على فكره اي خط انت ممكن تلاقيه، يعني ساعات كده بتلاقي فيديوز مثلا مرسوم دواير، بتلاقي مرسوم مثلا عايزين ستروك، فاحنا مش عاوزين الفيل، عاوزين ستروك مثلا، سوري، نخلي ستروك مثلا لونه ابيض كده، بتلاقي مثلا مرسوم دايره هنا كده كده، نقللها شويه مثلا هنا كده، وبعد كده بتلاقي جواها مرسوم دايره تانية، او مش فاكر، بس بتلاقي كده شيبس معموله او معموله مثلا هنا كده، ونفس الكلام تعمل لها تريم باث، تعمل يعني الدايرتين دول تعملهم على كله مثلا، فبتلاقي الشكل حلو وتلاقيها بتلف كده دي كلها افكار ممكن تعملها، اي رسم انت ممكن تشوفه، اي خط مثلا بتلاقيه ماشي كده وهكذا بتلاقيه، يعني انت ممكن تعمله بكل سهوله. الفكره بس انت تشوف، يعني تتخيل هو اتعمل ازاي، ومش شرط تعمله على نفس اللي اتعمل في الفيديو، ممكن انت تخترع حاجه من عندك وتطلع عليها شكل حلو يعني. بس كده، ده كان كل اللي هو الحاجات بتاعت الشيبس وكده. يعني اتمنى ان شاء الله تكون مفيده وواضحه، ولو حد يعني مش فاهمها ممكن يبعت يعني على الجروب، لو في حاجه مثلا ما خدش باله منها او يعني وقعت منه وانا بشرح، يقول لي يعني. انا في حاجات بصراحه كنت بشرحها بسرعه عشان كنت قايلها قبل كده، فما كنتش عاوز برضو اخد وقت فيها اكتر يعني،
بس لو حد في حاجه وقعت منه وانا بشرح ممكن يقول لي، واقول له يعني اتعملت ازاي. في الاخر الشيب اتعمل كده اهو، شكله احسن، شكله جميل. طبعا انا هنا طبعا عشان مقلل الريزوليوشن، فبتحس كده ان هو اوت اوف فوكس يعني. بس احنا يعني الافضل طبعا وانت شغال تخلي الريزوليوشن قليل، عشان بصراحه بص الجهاز بيتقل شويه، وزائد ان الديب جلو اصلا ده يعني الايفكت بتاع ديب جلو ايفكت بيكون تقيل، فهيتقل الجهاز جامد يعني. فانت وانت شغال دايما خلي الريزوليوشن بتاعك من بريفيو هنا، تفتح كده ريزوليوشن تخليه كوارتر او حاجه، يعني تخليه قليل عشان البرنامج يشتغل معاك بسلاسه كده ونعومه، يعني ما تحسش بمشكله وانت شغال. هتلاقي الدنيا الطف بكتير طبعا لو انت عامل فل، الا بصراحه لو جهازك يعني جهازك قوي قوي فمش هتفرق. بس يعني في الاغلب بيكون الجهاز مش هقول وحش بس متوسط، فالافضل بصراحه ان احنا يعني نشتغل على ريزوليوشن قليل. بس يعني ده كل حاجه، انا بس مستني. هو شكل اصلا يعني مش عارف هو اخر كده ليه بس يعني انتوا فهمتوا الفكره. نشوفها كده اهو. ماشي، انتوا فهمتوا الفكره وفهمتوا يعني هتبقى عامله ازاي. بس كده، يعني ان شاء الله يكون الدنيا مفيده وواضحه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. السلام عليكم.